السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل روتين الحلو. هنعمل ايه؟ مفتلة صعيدي، تعرفوها ولا متعرفوهاش؟ طعمها حلو قوي. هنا انا حطيت حلة على النار وهحط فيها إيه يعني ربع معلقة ملح. لازم يتحط ملح عشان هي يعتبر عجينة. وهنسيب المية تغلي. بعد كده هنحطها في المية 10 دقايق ربع ساعة حسب الكمية اللي انت عاملاها. هنا اهي المية غلت، هحطهم فيها. اول حاجه قولولي بس انتوا تعرفوا يعني ايه المفتله الصعيدي؟ على فكره طعمها حلو قوي، هي تشبه البليله كده. هسيبها تغلي فيها لحد لما تتشرب الميه شويه. على فكره هي بتنفش يعني الشويه دول بينفشوا يعني. هسيبها كده تستوي من 10 دقايق لربع ساعه. هنا كنت صفيت منها شويه الميه، سبت منها يعني سبت شويه ميه صغيرين قوي، وهحط عليها اللبن. كميه اللبن بقى اللي انت عاوزاها. وهسيبها برضو تغلي ربع ساعة كده مع المفتلة مع اللبن. ولما خلاص تستوي هسيبها تهدى بس في الحل 10 دقايق. بعد كده اقدمها. في ناس بتاكلها بالملح، لا بصراحة ما عجبتنيش اللي هي ملح ملح، يعني اللي هي تبقى حادقة. لا انا شايفاه اللي هي مسكرة احلى. وبتتحط بقى كده، ولما تتغرف في ناس بتحط عليها كمان معلقة سمنة بلدي. بصراحة بتبقى طعمها حلو. هي بتبقى تقيلة بس بتبقى طعمها حلو. انا بس اشوف السكر بتاعها، احنا يعني شوية السكر دول يعني مظبوطين بالنسبة لنا احنا. هنا بس انا كنت حطيت المعلقة الخشب دي، رحت انشر بسرعة واجي. اكتبولي في الكومنتات في تعرفوها ولا متعرفوهاش. في ناس ما تعرفهاش. اهي بصي بتتشرب شوية شوية. انا رايحة جاية ببص عليها، يعني مش سايباها كده، لا رايحة جاية ببص عليها. هنا هيك كنت طفيت النار، هطفي النار يعني. وهغطيها 10 دقايق بعد كده ابقى اغرف. وفي ناس على فكرة بتحط عليها عسل نحل، بتبقى جميلة برضو. وألف هنا وشفا على اللي أكل. يا رب تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. يا ريت رأيكم في الكومنتات، رأيكم يهمني. هنا طبعا كنت شطبت المطبخ خالص بعد الغدا. هنا هي بعد ما قدمتها. يا رب تعجبكم، رأيكم يهمني برضو. هنا بص خلاص كده، كنت خلاص خلصت المطبخ. سلام.